اهلا وسهلا بيكم في حكايه جديده. لو انتم من متابعينا على ادوميكس هتلاقوا دايما قصص ملهمه واحداث مميزه. يلا بينا نبدا. كان في شاب اسمه عماد، شاب طموح جدا وعايز يحقق نجاحات كبيره. دايما كان نفسه يبدا مشروع ويغير حياته. في يوم قرر ان هو اليوم ده هيبدا فيه، وقال لنفسه النهارده هغير كل حاجه، هبدا من جديد واعمل حاجه تفرحني. وراح على اقرب حديقه جنب بيته علشان يروق ويجمع افكار. قاعد على البنش وبيفكر في خطه حياته الجديده. قال لنفسه هفتح مشروع صغير ابدا بيه دلوقتي، وشويه بشويه هيكبر المشروع. وكان نفسه يبني حلم كبير من غير ما يعرف الطريق ده هيكون مليان سرعات كبيره جدا. فجاه ظهر قدامه راجل كبير في السن، لابس بدله قديمه وشكله غريب شويه، ساحب عربيه كارو مليانه خضار. عماد بصله وقال له ايه ده شغلك يا عم الحاج؟ الراجل ابتسم له وقال له ايوه يا ابني، ده شغلي من زمان جدا، وانا شغال على كده من اكتر من 30 سنه، والنهارده عندي شويه فلوس وعندي حاجات كويسه. مش كل الناس بتهتم بالكميات، المهم تبدا وتكون راضي. عماد كان مستغرب من الكلام ده، قال له يعني انت مش حاسس انك لسه صغير؟ مش عايز تكبر اكتر من كده؟ الراجل رد عليه وقال له الزوايا اللي تشوف منها الدنيا يا ابني بتحدد كتير. النجاح مش في الحجم، النجاح في انك تكون راضي وتشتغل بجد. عماد قعد يفكر في الكلام ده كتير، لقى نفسه واقف قدام حقيقه صعبه جدا، انه مش لازم يبدا حاجه ضخمه عشان يحقق حلمه، المهم ان هو يبدا. من وقتها عماد بدا يشتغل بخطوات صغيره جدا في مشروعه، وكل ما تقدم في الشغل بيكتشف ان الحياه كلها عن الطموحات الكبيره، لكن في الافعال الصغيره اللي بتتجمع وبتكبر مع الوقت. ومع مرور الايام عماد شاف نفسه بيحقق حاجات كتيره جدا كان بيحلم بيها. اكتشف ان النجاح مش محتاج شجاعه ضخمه، لكن محتاج صبر وجهد وتوجيه صح. عماد بقى متحمس للشغل اكتر، وقرر انه يغير طريقته. من يوم ما قابل الراجل ده بدا يشتغل على مشروعه ويكبره واحده واحده. وما كانش عنده فكره كبيره في البدايه، بس بدا بخطوه صغيره، ابتدى يشغل دماغه في كل حاجه. مرت ايام وعماد كان بيركز على شغله وبيعمل كل خطوه في الطريق اللي قرر يمشي فيه. كل ما بيمر الوقت كل ما بيحقق نجاح صغير. بدا يشتري خامات للمنتج اللي قرر يبيعه، ويعمل زيارات لاماكن مختلفه علشان يتعلم اكتر، وكان بيحس برضا داخلي كبير جدا. مرت شهور وعماد لقى نفسه بيكسب بشكل ثابت. بدا يوسع المشروع شويه بشويه. مش بس كده، بقى عنده عملاء ثابتين، وبقى اسمه معروف وسط الناس في المنطقه. وعرف ان النجاح مش بيجي كده في لحظه، لكن بيحتاج صبر وجهد وكمان شويه من الحكمه. وفي يوم وهو راجع من شغله قابل الراجل المسن تاني في نفس الحديقه. عماد ابتسم له وقال له النهارده لقيت نفسي لو ما كنتش قابلتك في اليوم ده كنت هفضل اضيع وقتي في التفكير في المشاريع الكبيره اللي مش قادر ابدا فيها. دلوقتي بقت حياتي احسن بفضل ربنا ثم انت. الراجل المسن رد وقال له انا فرحان انك لقيت الطريقه الصح. الحياه مش عن النجاح الكبير بس، الحياه انك تشتغل على نفسك وتكون مرتاح وتكون راضي عن خطواتك حتى لو كانت بسيطه. والراجل بصله وقال له بابتسامه النجاح مش دايما يا ابني في الحجم الكبير، النجاح في انك تبدا بحاجات صغيره وتركز عليها. في النهايه هتلاقي نفسك وصلت لمكان احسن بكتير. والحكمه اللي خرج بيها عماد هنا كانت البدايه الصغيره بتوصل للنجاح الكبير. ومش المهم السرعه، المهم الصبر والاجتهاد. وعلى راي المثل الصبر مفتاح الفرج. وهنا نكون خلصنا. انتوا كنتوا بتسمعوا الادوميكس، والسلام.